نشرة بأهم وآخر الأنباء من البابلية، أهلا بكم. اتفقت الحكومة المركزية مع حكومة إقليم كردستان العراق على تشكيل لجان ثنائية مشتركة للتدقيق وحل المشاكل العالقة ودفع المستحقات للشركات النفطية العاملة في الإقليم في ضوء قانون الموازنة العامة. وأوضح بيان صادر عن المكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس على هامش اجتماع ضم وزراء النفط والمالية والتجارة في الحكومتين، أوضح أنه تم الاتفاق على استمرار تصدير النفط عبر الأنبوب الحكومي ورفع إنتاج الإقليم إلى 200 ألف برميل يوميا كمرحلة أولى مع مراعاة الزيادة للسنة القادمة. يستضيف مجلس النواب خلال جلسته غدا السبت رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي لمناقشة مشروع قانون البنى التحتية، هذا وقد رفع المجلس مساء الخميس جلسته التي صوت خلالها على 13 مشاريع قوانين، في حين أعلنت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى بناء على طلب رؤساء الكتل. كما استنكر مجلس النواب الإساءة إلى الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام. وتزامنا مع التظاهرات المليونية التي اجتاحت مدن العالم ردا على الفيلم الأمريكي الذي يسيء إلى الإسلام، أدانت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية التعدي السافر على المقدسات الإسلامية. وفي مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان، طالب مقرر اللجنة الولايات المتحدة الأمريكية بموقف واضح من الفيلم الذي يسيء إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ألم وأسف بالغ تلقينا نبأ تطاول مجموعة من الأقباط المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية على قداسة نبي الإسلام العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتعاون مع منظمة قبطية أمريكية وبدعم مباشر من القس المتطرف تيري جونز الذي أحرق المصحف الشريف مرتين أمام وسائل الإعلام، وذلك من خلال إصدار فيلم يسيء لنبي الرحمة ورسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولأمهات المؤمنين الطاهرات رضي الله عنهم أجمعين، وبأسلوب ساخر مليء بالأكاذيب والتحريف والتزييف لسيرة حياة النبي الأعظم العطرة وتاريخه العظيم، بالدعوة ليوم محاكمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مستغلين بصورة سيئة لفسحة الحريات المتاحة في الولايات المتحدة الأمريكية. ونحن في لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب العراقي إذ ندين ونستنكر بشدة هذا الفعل اللا أخلاق الشائن والتعدي الساخر على ديننا ومقدساتنا ورسولنا العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. نشير إلى ما يأتي: أولا، أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو الإنسان الكامل في الأخلاق والصفات والسيرة العطرة، وهو رحمة الله للعالمين جميعا وخاتم النبوات الزاكيات ومجسة أهدافها الإلهية المقدسة. ونبقى في أروقة البرلمان، حيث أعلنت القائمة العراقية إفشال التصويت على مقترح قانون زيادة عدد أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد في مبنى البرلمان، أكد النائب حيدر الملا أن مجلس النواب استطاع أن ينهي الجدل الدائر بشأن عدد أعضاء المفوضية، وساهم في دعم عملية الترشيق الوزاري وإيقاف هدر المال العام. في الجلسة الصباحية لمجلس النواب استطاع مجلس النواب في أن ينهي الجدل الدائر حول أعداد أو عدد أعضاء مفوضية الانتخابات، والحمد لله تم إفشال تصويت على مشروع القانون أو مقترح القانون القاضي بتوسيع أعداد المفوضية إلى 15 في محاولة من طرف سياسي معين في أن يخرق ما تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية في قضية الترشيق الوزاري والترشيق في مؤسسات الدولة والهيئات المستقلة.
واليوم حقيقة الكتل التي صوتت بجلسة نظامية حاول الإخوان في دولة القانون أن يعرقلوا التصويت من خلال انسحابهم، والحمد لله كان النصاب القانوني متحقق واستطعنا أن نصوت على إفشال مقترح القانون بزيادة أعداد المفوضية. حقيقة القضية فيها عدة أبعاد، ليست فقط ضمن إطار الترهل في مؤسسات الدولة والهدر في المال العام، ولكن كان واضحا أن الإرادة كانت تتجه نحو إفشال إجراء أي انتخابات مستقبلية سواء على مستوى مجالس المحافظات أو الانتخابات النيابية. لذلك نعتقد أن وجود المفوضية ضمانة حقيقية لإدامة العملية الديمقراطية ولمن يؤمن بالعمل السياسي ضمن الإطار الديمقراطي. من جانبها أكدت الناطق باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي خلال المؤتمر رفض قائمتها لسياسة المماطلة والتسويف التي كانت تمارس من أجل عدم إقرار قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، معلنة رفضها تأجيل موعد أي انتخابات قادمة. أولا نهنئكم ونهنئ الشعب العراقي على هذا الإنجاز اليوم. محاولات المماطلة في قضية مفوضية الانتخابات أصبحت مرفوضة من قبل المواطن العراقي، مرفوضة من قبل المجتمع الدولي ككل، وكأن العراق غير قابل على أن يختار من بين مواطنيه مفوضين كفؤ وقادرين على هذه المهمة. نحن في العراقية نصر في المرحلة القادمة وهي مرحلة اختيار المفوضين على الكفاءة والنزاهة في الاختيار، وأن يكون المفوضون حقيقة قادرين على إجراء انتخابات نزيهة وعادلة وتعبر عن رغبة الشعب العراقي في من يمثله في مجلس النواب وفي الحكومة العراقية. كما أننا نصر على نسبة جيدة للنساء الكفؤات والقادرات على تحمل مثل هكذا مسؤولية، ونرفض تهميش النساء بشكل كامل. بدورها أكدت كتلة الأحرار النيابية أن سبب تصويتها على رفض زيادة عدد أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاء بناء على توجيهات المرجعية. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد في مبنى البرلمان أكد رئيس الكتلة بهاء الأعرجي أن الزيادة تعد مخالفة لمطالب ترشيق المؤسسات والابتعاد عن المحاصصة. على الذين لم يحققوا مقترحاتهم أو إراداتهم أن لا يقلبوا الدنيا. نحن نود أن نبين ونوضح ما جرى هذا اليوم. التصويت في مجلس النواب هي عملية ديمقراطية طالما هناك نصاب قانوني قد اكتمل. أما عن موقفنا ككتلة أحرار فأولا نحن جزءا لا يتجزأ من التحالف الوطني، وبالتالي إذا كان التحالف الوطني أو دولة القانون، الأخوة في دولة القانون على وجه التحديد كان لهم هذا الرأي، نحن نقول نحن ذهبنا إلى الرأي الآخر لثلاثة أسباب. أولا احترامنا الكبير لرأي المرجعية الدينية في النجف الأشرف، وهي موضوع الترشيق الحكومي. فليس من المعقول أن نكون أمام 9 مفوضين ونذهب إلى 15 وبالتالي نتكلم عن ترشيق. المسألة الثانية هي مطلب الجماهير والابتعاد عن المحاصصة الطائفية، في ضرورة أن يأخذ الجمهور طريقه في مثل هذا الأمر. المسألة الثالثة والتي نعتبرها معيبة لو مرر هذا القانون هذا اليوم، هو لا نريد للكتل السياسية مهما كانت هذه الكتلة أن تعدل قانونا بسبب مصالح خاصة بها. يعني اليوم لوجود مصلحة لكتلة معينة في زيادة أعداد المفوضية نعدل هذا القانون، غدا ممكن أن نعدل القوانين الأخرى من أجل تمثيل أحزابنا في هذه المفوضية. أعلن نواب محافظة ديالى استكمال 12,000 درجة وظيفية من عقود بشائر الخير في المحافظة. وفي مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان قال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أن جميع الوظائف سلمت إلى وزارة المالية لإصدار أوامر التعيين في ديالى. تم إكمال 12,000 درجة وظيفية من عقود بشائر الخير اللي أقر مجلس النواب العراقي، وتم اليوم تسليم 12,000 وظيفة إلى وزارة المالية لغرض صدور
إصدار أوامر تعيين لهذه العقود في محافظة ديالى. طبعا هذه العقود هي ستزيد من إمكانية محافظة ديالى، سواء كان الاقتصادية أو يساعدنا في القضاء على البطالة، وبالتالي يساعدنا في عملية استتباب الأمن في هذه المحافظة اللي تحتاج الكثير من الأموال ومن العمل من أجل النهوض بها. وهذا الإنجاز حقيقة كان من إنجازات أعضاء مجلس النواب بمحافظة ديالى اللي هم ساهموا مساهمة فعالة في إنجاز هذه المعاملة. أكدت القائمة العراقية رفضها لاستمرار استهداف المكون العربي في محافظة كركوك من قبل بعض الأجهزة الأمنية والميليشيات الحزبية. وفي مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان قال النائب عن العراقية فلاح حسن زيدان أن قوة من شرطة كركوك قامت بمداهمات عشوائية للأحياء العربية واعتقلت أكثر من 140 مواطنا عربيا دون مذكرات اعتقال قضائية وبحجة السكن العشوائي. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن الائتلاف العراقية: قامت قوات من شرطة كركوك وبالتحديد أفواج الطوارئ بمداهمات عشوائية للأحياء العربية في مدينة كركوك، واعتقلت أكثر من 141 مواطنا عربيا من دون مذكرات اعتقال قضائية وبحجة السكن العشوائي. ومارست تلك القوات استفزازات غير مقبولة على الرغم من أن أغلب المعتقلين لديهم وثائق ثبوتية تتعلق بسكنهم والقسم المتبقي منهم أحداث. إن العراقية تؤكد أن هذه الممارسات منافية لأبسط الحقوق المدنية التي يصونها الدستور، وتخفي وراءها ممارسة تطهير عرقي بحق العرب في كركوك على الرغم من وجود سكن عشوائي للمكونات الأخرى يزيد على العرب عدة أضعاف. ونذكر أن الأوامر قد صدرت من المحافظ بشكل مباشر على الرغم أنه لا يملك مثل هذه الصلاحيات، وكان عليه أن يقف على مسافة من الجميع بعيدا عن توجهات الحزبية والعرقية. والمؤسف أن هذه الممارسات ترتكب مع وجود وفد كبير من وزارة الداخلية في كركوك. وكانت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك اتهمت رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة وبعض أعضائها بتوجيه القوات الأمنية لتنفيذ عمليات اعتقالات عشوائية دون أوامر قضائية بحق العرب. ودعا عضو المجموعة محمد الجبوري في مؤتمر صحفي الحكومة المركزية والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى والأمم المتحدة بالتدخل لإطلاق سراح المعتقلين. نحن أعضاء المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك وردتنا شكاوي من عوائل المعتقلين الذين تم اعتقالهم ليلة 11/9/2012 بحي واحد حزيران، وهو من أكبر الأحياء العربية في مدينة كركوك، والتي نفذت بطريقة العقاب الجماعي، والتي تمت بأمر من رئيس اللجنة الأمنية في محافظة كركوك بالاتفاق مع بعض الأعضاء في اللجنة الأمنية، والتي جرت دون أوامر قضائية وبشكل عشوائي ودون الاستناد لمعلومات استخبارية دقيقة، مما يجعلها عملية ذات صبغة سياسية موجهة ضد المكون العربي. وتمت عملية الاعتقال من قبل قوات الطوارئ بالمحافظة وشرطة الأقضية والنواحي وقوات غير نظامية ترتدي الملابس السوداء. إننا كممثلين للعرب في كركوك نرى ما جرى هو طريقة مهينة لأهالي كركوك خاصة المكون العربي، والتي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان ومخالفة للقوانين، إلى جانب ما أظهرته وسائل الإعلام من طريقة مهينة للاعتقال والتحقيق مع المواطنين العرب في كركوك. ونود أن نبين أننا كممثلي العرب في كركوك الذين يعانون من عمليات الإقصاء والتهميش والإهانة والإرهاب لسنا مدافعين عن مرتكبي الجرائم، لكننا أشد حرصا على دعم اللحمة والتعايش والعدالة بين الجميع ونبذ الإرهاب. وفي ظل هذه الظروف الخطيرة التي يمر بها المكون العربي، نتوجه إلى الحكومة المركزية والبرلمان العراقي ومجلس القضاء الأعلى وفريق اليونامي بالعراق ووسائل الإعلام العراقية إلى التدخل العاجل لإطلاق سراح المعتقلين ووضع حد للعمليات غير القانونية التي تضر بالسلم الأهلي ولا تسهم في حفظ الأمن. ونجدد مطالبنا باسم أعضاء المجموعة العربية بضرورة أن يكون للحكومة المركزية صوتها الفصل.
ونبقى في أروقة البرلمان، حيث استنكرت الكتلة العشائرية النيابية اغتيال الشيخ عشيرة المياح محمد هلال الياسين في محافظة واسط. وفي مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان، طالب النائب جمال البطيخ الأجهزة الأمنية بالإسراع بإلقاء القبض على الجنات وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم ويكونوا عبرة لغيرهم. تستنكر لجنة شيوخ العشائر البرلمانية الحادث الأثيم الذي راح ضحيته الشيخ الشاب محمد هلال البلاسم في قضاء الحي بمحافظة واسط. وبهذه المناسبة ندعو الأجهزة الحكومية والأمنية من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للقبض على مرتكبي هذه الجريمة البشعة وتقديمهم للقضاء بإنزال القصاص العادل بهم. إننا نحذر في الوقت ذاته من استهداف الرموز الوطنية وشيوخ العشائر، ونهيب بالجميع من اتخاذ الحيطة والحذر من المخططات التي تريد استهداف العراق وشعبه لتمزيق وحدته ونسيجه الوطني. إن هذا الاعتداء الآثم هو اعتداء على أهم شريحة بالمجتمع العراقي، والتي تعتبر حاضنة لكل أبناء الوطن المخلصين الذين ساهموا في بناء الدولة والمجتمع. ختاما، ندعو أن يتغمد الفقيد فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. دعت القائمة العراقية في بيان لها إلى المصالحة وتغليب لغة الحوار على لغة العنف والتطرف. وفي مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان، قال النواب العراقية أن هناك مسلسل استهداف تقوم به الأجهزة الأمنية شمالي العاصمة بغداد ضد الرموز العشائرية والنساء، مشيرين إلى قيام قوة خاصة باعتقال أحد شيوخ الطارمية. وبدأت تستهدف الرموز العشائرية والنساء، وفقرة النساء تحديدا بالعراق بشكل خاص يقف أمامها موقف غير طبيعي. حقيقة فجر هذا اليوم هناك قوة قادمة من بغداد تعتقل أحد شيوخ عشائر قضاء الطارمية، وهو الشيخ طالب داوود الحسن وثلاثة من أشقاء أخوته، وهو شخصية مهمة معتدلة ساهمت في كثير من الأحيان للحد من التطرف والعنف. وحقيقة يسبقها بساعات قليلة من اعتقال الشيخ المذكور أعلاه تم اعتقال 2 من النساء من نفس القضاء. لذا أطالب السيد رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة التدخل الفوري لإطلاق سراح النساء المعتقلات وإطلاق سراح الشيخ طالب داوود الحسن وأولاد أشقائه. أطالب القوات الأمنية العاملة في شمال بغداد والقوة القادمة من بغداد الكف الفوري عن الاعتقالات العشوائية غير المبررة. الشيخ طالب هو رئيس مجلس إسناد الطارمية وكان رجل مصلح، وتعلمون أن مجالس الإسناد كان لها الدور الفعال ومنذ عام 2006 و2007 في جمع العشائر وتوحيدها تحت كلمة واحدة وتحت راية الدولة العراقية، وكان لها إسهام فاعل في رأب الصدع الذي حدث في نسيج المجتمع العراقي وفي طرد ودحر الإرهاب خارج مناطقهم. وكانت يعني هذا كان يجب أن يتم مكافأتهم لمواقفهم الوطنية، وللأسف نجد أنه الأمر ينقلب بالضد والنتائج معكوسة اتجاه هذه الشخصيات الوطنية. لذا نرجو من الأجهزة الأمنية ومن المنظومة القضائية توخي الدقة والمعلومة الصحيحة في التعامل مع هكذا حالات، وشكرا. في الأنبار، شيعت قبيلة البوبالي ابنها المغدور سمير ناجي الذي توفي تحت التعذيب بعد اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية في الأنبار بحسب ما أكده ذوي المغدور. وأكد أشقاء المغدور أن قوة أمنية اعتقلت ناجي دون مذكرة قضائية وقامت بتعذيبه بأبشع الطرق ما تسبب بوفاته. وطالب أهالي المغدور الحكومتين المركزية والمحلية بفتح تحقيق فوري وتقديم المتورطين بالحادث إلى القضاء.
كنا من عبد الرزاق والشرطه نزلونا، فتشوا السياره ما لقوا بها شيء. جاء واحد من ربع عبد الرزاق حط بها عبوه ما ادري شنو، يقول لنا انتم شايلينها. اليوم بالليل نفس اليوم بالليل اخذونا على الاجرام هناك، تعذيب بالكهرباء ومكتفين طقوا ظهر من هنا بالسكاكي. يقولوا ودونا على التحقيق، يقولوا لا تعترف على ابوك، انت تعترف عليه، هو كان بالتنظيم. يقول هو كان بالتنظيم لازم تعترف عليه، اذا ما اعترفت اكت لك ويا ابوك انت تسوي. ما اعترفت ثاني رجعون النوب على التعذيب. سمير كان مثلي 7 سنوات، ما عنده كاين من يكون هم ظل غادي. يوم انتهى كل شيء جهنا، لا رايح ولا جاي، الله بدالكم. وعلى قالها دقته، انا رحت ويا ايدي هاي وقعت رابع نهار العيد عليها، رحت من انا وياه للطبيب. رحت منها للطبيب، نزلنا هو يم السينما، هو راح عنده صيدليه قاعد بيها، راح للصيدليه وانا ظلت بالطبيب. كملت من الطبيب وجيت لاهلي، اتنى معاكم. شي يوم دزيت قلت شوفوا هذا ما كان بالولاء، هذا الولد كان معزوم بالجزيره ذاك الصوب، ما يمي. قلت يا ولد روح على الموبايلات خابر شوفوا سمير وين راح، سمير وين راح. راحم عليه الموبايلات خابره، قالهم سمير محجوز على السيطره. اني محمد ناجي عوده البيلاوي، شقيق المقدور سمير ناجي عوده البيلاوي. بيوم الاثنين الماضي عصرا اخويا وابن اخويا ذهبوا عندهم المجمع الطبي وصيدليه في منطقه التاميم كعادته، وفي المساء حوالي 8:30 رجعوا من الصيدليه. كانت سيطرة جويبة قيادة المقدم عبد الرزاق رشيد الفهداوي مدير مركز جويبة، ناصبين لهم فخ بهاي السيطرة ومنزليهم بعد الشتم والغلط والتعذيب بأنواع التعذيب. دازيهم مركز مكافحة الإجرام في الرمادي، وهناك أنواع التعذيب بالكهرباء بالكيبلات، خالعين كتوفه، ناهشين لحمه، حرق حتى جسمه، يعني مناطق بجسمه كلها محروقه حريق، سكاكين براسه. ليش هيك يعني؟ ليش هذا الظلم؟ شنو اللي سواه؟ لأن يكسب رزق عائلته بشرف وبطنيه بدون ما صار عميل. ليش هيك يعني؟ ليش؟ ماكو اي سبب. انسان بريء وتعرف المنطقه ويعرفوا الرماده كلها تعرفه. انسان صيدلاني في منطقه التامين بالرمادي، عنده 7 والثامن بالطريق، 7 اطفال والثامن في الطريق. يعني حسب ما وصلنا خبر يعني من مصدر، يعني مو من عندهم، يعني قالوا لنا وفاة المرحوم بليلة السبت، استلمناه في يوم الاثنين في مركز الطب العدلي ببغداد، مركز الطب العدلي ببغداد. حسب ما حكانا ابو الطب العدلي ببغداد، قال جابوا لنا كتاب مزور من مستشفى الرمادي، ما مسمينه كتاب المزور، مرجعين لي كتاب لا صادر ولا وارد، قال لهم كتاب مزور. ثاني يوم احنا رحنا استلمناها من مركز الطب العدلي ببغداد. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت البابلية.tv. ختام النشرة، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.